اهلا بكم في فيديو جديد من دروس التوزيع الموسيقي. معاكم اخوكم محمد راضي. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو البيز جيتار. ازاي نستخرج البيز جيتار من الكوردات او الايقاع بتاعنا او لاي اغنية احنا شغالين عليها وبنوزعها. ما اشتركتش اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولو انت موجود عندي في القناة سيبلي كومنت في اي حاجة انت عايزها وانا عنيا ليك. يلا بينا نخش في الموضوع، يلا بينا. اول حاجة كده انا لعبت كوردات على التيمبو 80 اللي هي سرعة الايقاع. يعني هو كورد بسيط كده عشان بس اقدر ان انا اوريكم الفكرة ازاي. ده الكورد. تمام، بالمنظر دوت كده. طيب انا هعمل له بيت كده عشان بس اقدر ان انا امشي عليه البيزة واشوف الدنيا فيها ايه. وعامة انت لما تيجي توزع اغنية، يعني حاول ان انت عملت الكوردات، عملت الايقاع بتاعك، ممكن تشتغل على البيزة، لكن مش هينفع تشتغل على البيزة اول حاجة يعني دايما انا بشتغل بيها اخر حاجة. بس بما انك انت مثلا عملت الايقاع وعملت الكوردات، خلاص ممكن تقدر ان انت تشتغل على البيزة. خليه مثلا كده. تمام، نحط لها هيهات كده خفيفة كده مثلا. طيب نخش بقى في الموضوع بتاعنا اللي هو ازاي هنطلع البيز جيتار من اللحن بتاعنا. طيب نسمع كده مرة تانية. طيب شايفين ارتجاز نهاية الكورد؟ يعني هنا نهاية الكورد الايه A5، وهنا نهاية الكورد G5. ركز معايا في الحتة دي كويس. تمام، هنا انا حاطط، يعني اللي هيقول لي تحت ده ايه، انا حاطط مثلا مضخم الصوت شوية مخليه A3، يعني لاعب نفس النوتة اللي لعباه A5. طيب يبقى احنا كده هنشتغل على A5 وعلى G5، وهنشوف ممكن نحطها G4 او A5. تمام، هنعمل كده مثلا. انا طبعا اتفقت اللي هي A5 و G5. طيب انا شايف صوتهم كده يعني مش هيدي ضجة قوي، فاحنا هنخليها A4. يبقى احنا برضو مخرجناش على النوتة. وهنا هنخليها G4، يبقى احنا مخرجناش على النوتة. طيب نشغل كده ونشوف. طيب ممكن برضو نلعب لعبة كده بسيطة بما ان الكورد طالع.
اظن كده انت فهمت اللعبة ماشية ازاي. دي اسهل طريقة ان انت تقدر تطلع البيز جيتار بتاع الاغنية بتاعتك او التوزيع الموسيقي بتاعك، ان انت بتعرف نهاية النوتة بتاعت الكورد. يعني كده مثلا اسها بقى على الكوردات الشرقي والكوردات الغربي. هنا مثلا اهو الارتكاز A5 G5، يبقى هي دي النوتة اللي هلعب عليها، وبناء عليها ان انا يعني هحاول اغير الحدة بتاعتها. يعني مثلا ممكن تبقى بدل A5 ممكن تبقى A4 او A3، حسب ان انت جو التوزيع بتاعتك ماشي ازاي. المهم ان انت ما تخرجش عن النوتة. طبعا دي اسهل طريقة، وفي طرق تانية كتير. انا بس حبيت ابدأ باسهل طريقة للمبتدئين. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح برضو كام كورد كده واشكال الكوردات في الشرقي او في التوزيعات الغربي. هشوفكم الفيديو الجاي. سلام.